ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في حادثة خطيرة كادت أن تنتهي بمأساة حقيقية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة على إحدى السيارات، ويوثق لحظات مرعبة لسيدة كانت تقود دراجة نارية داخل مضارة طرقية. ويظهر في الفيديو أن السيدة حاولت تجاوز شاحنة من الحجم الكبير بطريقة وصفت بالخطيرة، حيث اقتربت بشكل كبير من الشاحنة أثناء دورانها داخل المدار قبل أن تصطدم بها إحدى عجلاتها، في مشهد أثار صدمة كل من شاهد المقطع. وبحسب ما أظهره الفيديو فإن السيدة كادت أن تسقط بالقرب من الشاحنة في لحظات حبست الأنفاس، إلا أن الألطاف الإلهية حالت دون وقوع الكارثة، حيث نجت بأعجوبة من أن تنتهي تحت عجلة المركبة الثقيلة، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي إلى عواقب مأساوية. وأمام هول الواقعة توقف سائق الشاحنة فورا بعد الحادث، حيث ظهر وهو يوجه اللوم إلى سائقة الدراجة النارية بسبب المجازفة التي أقدمت عليها ومحاولتها تجاوز الشاحنة في مساحة ضيقة وخلال مناورة الدوران داخل المدار. وقد أثار الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شدد عدد كبير منهم على ضرورة توخي الحذر من طرف مستعملي الدراجات النارية، خاصة عند الاقتراب من الشاحنات الكبيرة التي تتوفر على زوايا ومناطق يصعب على السائق رؤيتها بشكل كامل. كما أكد معلقون أن احترام الأسبقية وقواعد السير يبقى أمرا أساسيا لتجنب مثل هذه الحوادث الخطيرة، مشيرين إلى أن التهور أو التسرع قد يؤديان في ثوان معدودة إلى خسائر بشرية جسيمة. وفي المقابل دعا مواطنون إلى تعزيز ثقافة السلامة الطرقية بين جميع مستعملي الطريق، سواء كانوا راجلين أو سائقي سيارات أو أصحاب دراجات نارية، مؤكدين أن الحفاظ على الأرواح مسؤولية مشتركة تتطلب احترام القانون والانتباه الدائم أثناء السياقة. وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية الحذر عند التعامل مع الشاحنات والمركبات الثقيلة، خاصة داخل المدارات والتقاطعات الطرقية، حيث تكون الرؤية محدودة أحيانا بالنسبة للسائقين، ما يستوجب تفادي التجاوز الخطير والالتزام بقواعد السلامة. وفي الأخير الحمد لله أن هذه الحادثة انتهت دون خسائر بشرية، لكنها تبقى درسا مهما يذكر الجميع بأن ثانية واحدة من التهور قد تكون كافية لتغيير حياة الإنسان إلى الأبد.